شوف، انا مش جاي اكلمك عن اهميه الكونتنت بالنسبه للبيزنس بتاعك، بس انا جاي اقول لك على حاجات لازم تاخد بالك منها جدا جدا اول ما تفكر انك تعمل اي براند او تفكر انك تتكلم باسم البراند بتاعك. اول حاجه لازم تعرفها الجمهور بتاعك ايه بالظبط. كل تفصيله ممكن تكتبها عن نفسك اكتبها عن الجمهور بتاعك، واعتبر ان الجمهور بتاعك ده عده اشخاص وكل شخص فيهم ايه تفاصيله، بيصحى امتى، ممكن يكون بيذاكر ازاي، بيحب ايه ما بيحبش ايه، بيشترك في انهي نوادي، ممكن يكون انواع العربيات اللي معاه، بيستخدم انهي موبايل، بيستخدم ابلكيشن اكتر. بص، كل تفصيله ممكن تتخيلها عن اي حد ممكن يشتري منك المنتج لازم تعرفها كويس جدا، لانك بعد ما هتبني كل الداتا دي هتبدا تشوف تكلم مين وازاي. ولو حابب نتعلم ازاي نعمل بيرسونا مع بعض فيا ريت تكتب لي في الكومنتات علشان نعمل فيديو مع بعض. تاني حاجه ودايما بقولها في كل الفيديوهات، السيرش اللي بتعمله. خليني اقول لك ان السيرش ده مهم جدا جدا جدا. حاول تبص على الكومبيتيتور وتقرا كتير جدا جدا جدا، شوفهم بيفكروا ازاي، شوفهم بيقدموا ايه، بيقولوا ايه الهاشتاجز اللي بيعملوها، بيردوا على الناس ازاي، ما بيردوش اصلا على الناس، نوعيه الاسئله اللي الناس بتسالها في الكومنتات هم مش بيردوا عليها. يعني مثلا مثال بسيط، انا بعمل كومبيتيتور اناليسيس لبراند انا ماسكه، تحديدا كان دكتور. كان المميز ان الكومبيتيتور بتاعه او الدكتور المنافس ليه، الدكتور ده كان على البيج بتاعته كان بينزل شغل كويس، بس الناس كانت بتسال اسئله وهو ما كانش بيرد عليها. عارف ما كانش بيرد عليها عشان ما كانش عنده تيم مودريتور، ولا هو ما كانش مهتم اصلا بالرد او ايه بالظبط. بس انا عملت ايه، خدت كل الاسئله اللي الناس كانت كاتباها ومحدش فيهم بيردها وحطيتها في بوست لوحده وعملت عليه اعلان، لان طالما ما في حد سال السؤال ده يبقى اكيد في كتير جدا عندهم نفس السؤال. مثال تاني، عمري ما كنت اتخيل ان مبيعاتنا هتاخد قفزه كويسه علشان احنا كتبنا مواصفات المنتج والابعاد بتاعته بشكل مفصل جدا في الكومنتات، وده خلى ناس كتيره جدا تخش وتبقى عارفه هي بتشتري ايه بالظبط وعارفه هي عايزه ايه بالظبط. وده هينقلنا للنقطه الثالثه وهي الوضوح. الوضوح ثم الوضوح ثم الوضوح. ما تحاولش تلف في الناس كتير زياده عن اللزوم، خليك واضح وخلي الناس تبقى عارفه هي عايزه ايه او تقرا ايه كويس جدا. مفيش مانع انك تعمل بعض الالعاب كده او الفوازير اللي ممكن تخلي الناس تفكر شويه، بس ما تجهدش تفكيرهم لان اصلا العقل البشري مش عايزك تفكر الايام دي. رابع حاجه، استخدم سلاسل للمحتوى. يعني اعمل سلسله من موضوع معين حابب انك تتكلم فيه، لان ده هيخلي الناس عندها فضول تعرف ايه الحاجات التانيه اللي هتتكلم فيها او ايه تكمله الموضوع ده، وهيخلي كمان ان لو حد شاف لك بوست معين هيبقى عايز يخش على البيج بتاعتك عشان يشوف باقي الكونتنت بتاعك. اخيرا، حاول تكتب لغه بسيطه مش شعبيه خالص ومش رسميه خالص، وده طبعا هيتحدد لما تعرف البيرسونا بتاعتك هي عايزه ايه بالظبط وبتحب ايه بالظبط. في النهايه ما تنساش تتابع سلسله التسويق احساس مش شنط وكيس.